عسلامة عسلامة. مرحبا بكم في يومياتنا التونسية وفي ليلة النص من شهر سيدي رمضان. اليوم شاركت معاكم وصفة الحلالم اللي سبق وعملتها، واليوم عاودت وريتها لكم. وبالطبيعة الكسكسي متاعنا بالعلوش والزبيب والحمص، هذاك العادة والعوايد، وسليطة خضراء. وعملت معاكم دي باركات وتشوفوا كيفاش حضرتهم. هوني نبداو. اول حاجه نعملوها نقليو قرينات الفلفل. هاوكا انا حطيت زوز قرون فلفل خاطر مش الكلنا ناكلو فلفل. ولهنا سكرت على الزيت وهو هكاكا مازال سخون، نحطو فيه الفلفل الاحمر. راهو يسيب بنة 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 عالمية، وريحته تولي كيف ريحة الفلفل الشايح. لاستوس هذية انا خذيتها من عند طباخ جاي طيبنا معناتها في عروساتنا، دونك خذيتها من عنده باش يجي الكسكسي بنين وفاوح ويجي احمر. ومن بعد نحط 3 مغارف طماطم، وهوني باش نزيد عليهم الملح ونخليهم يتقلاو. وبالطبيعة نحط اطروف اللحم متاعنا والحمص، وعندي شوية فول زادا كيف كيف كملت خلطته وخليتهم يتقلاو شوية مع بعضهم. وهوني بعد ما تقلاو شوية امرقته الكسكسي وخليته باش لهنا عندي كسكسي ديالي مفور، نعبيه بالماء نبزع الماء هذاك ونحطه باش يفور الكسكسي متاعنا. وهوني نمشيو للحلالم، نحط الزيت يسخن كيف العادة ونلحق عليه البصل، توف بصل صغيرين معناتها بصل مقطع صغير، وتوا بديت نفوح فيها. بعد ما تقلل البصل حطيت مغرفة طماطم، وبالطبيعة طروف اللحم متاعنا. هوني مازال شاد شوية اللحم خاطرني جبته في اخر وقت. وبديت نفوح فيها فلفل احمر، تبل وكروية، ملح، وهوني زدتها شوية ماء باش نخليهم يتقلاو شوية مع بعضهم. ومن بعد باش نزيدها مغرفة كبيرة ثوم، هرستلها الثوم وزدتها مغرفة كبيرة ثوم. اما يظهر لي ما تصورتش السيكونس لهنا. بالطبيعة زدت الحمص وزدت المعدنوس، ولهنا باش نمرقها ونخليها تطيب على روح. بعد ما طاب اللحم صبيت الحلالم متاعنا، ونجيو توا للفارس متاع الباركات. ما صورتهاش معاكم خاطر زرب الوقت. طيبت اسكالوب كيما نطيبوه للطاجين، كركم وتابل وكروية وبصل وزيت. و بعد ما طاب فتفته وحطيت عليه معدنوس، وحطيت عليه بصل معناتها فريش مقصوص جويد، وبطاطا مقلية، وجبن كاري وجبن مالح وكعب عظم باش لميت الفارس وحطيتهم في الفور. وهنا دبارتنا حضرت هذا السيرفيس متاع الشوربة اللي صورته معاكم. ما هاوكا ركبته تشوفوا كيفاش يجي منظره مزيان على الاخر على الاخر. وهذا الكسكسي متاعنا زينته بالزبيب والحمص وقرون الفلفل هذاك ما حطيتهمش على خاطر راجلي حب على الفلفل هذاك، دونك حطيتهوله. وهنا عملت سليطة خفيفة خضراء. وهذوما لي باركات ان شاء الله دبارة عجبتكم.